وصفتنا النهاردة عن بسبوسة هنعملها في 10 دقايق بس. سهلة ولذيذة وسريعة ورهيبة بجد يا جماعة، لازم تجربوها وتعتمدوها في وصفاتكم. أنا متأكدة إن هي هتعجبكم وانتوا كده شايفينها وهي بتتعمل هتفتح نفسكم وهتقوموا تعملوها. بجد بجد لذيذة وجميلة أوي أوي وخفيفة جدًا، مش مسكرة خالص، خفيفة أوي. دلوقتي هنبتدي نقول المقادير مع بعض. ده بسكوت مطحون، 4 أكياس من البسكوت، تمام، عليهم 20 جرام من الزبدة، وهاحط عليهم معلقتين من اللبن ليه؟ أو ممكن نحط مَيّة مش لبن. اللبن أو المَيّة بيخلّي البسكوت طري، ما ينشفش يعني مننا لمّا يدخل الفرن. في ناس بتشتكي إن البسكوت بينشف منها لمّا بيدخل الفرن، لأ دي هتخلّيه طري كده ومحتفظ بالقوام بتاعه، بس ما نكترش عشان يعني البسكوت ما يشربش اللبن ويعجن، تمام. هنقسمها كده على الطاستين دول، أو ممكن تستخدموا صينية بس تكون صغيرة، يعني ممكن صينية مقاس 20 مثلًا، تمام، أو ممكن تستخدموا بولات، كل واحد بقى مع نفسه كده ياخد البولة بتاعته كده ويتمزج بيها. هنسويها كده بضهر المعلقة كويس، وبعدين هنيجي نعمل بقى خليط البسبوسة. عبارة عن نص كوباية من دقيق السميد سايب، تمام، مش بتاع الأكياس، عليه فنجان من الحليب البودرة، أنا حمصته على النار ونقل البسبوسة في ناحية تانية خالص يا جماعة، وحطيت عليه معلقتين من السكر وفنجان من السمنة، تمام. البسبوسة مش بتتعمل بزيت ولا بتتعمل بزبدة ولا بنحط فيها baking powder، هي مش كيكة، تمام. وحطيت فنجان من اللبن وهنرجع تاني نحط تاني، يعني بالضبط هناخد فنجان ونص من الحليب. وطبعًا الفنجان بتاعنا وقع عادي يعني كالعادة. هنقلب كويس لحد ما يختلط مع بعضه، تمام. البسبوسة برضه من أهم الحاجات فيها إن هي ما بتتقلبش كتير. دلوقتي بقى هنجيب الطاسات بتاعتنا ونحط القشطة دي أنا عملتها إزاي. حطيت كوباية إلا ربع من اللبن، عليهم معلقتين من النشا كبار ومعلقة من السكر، وحطيتهم على النار لحد ما غليوا وتقل قوامهم، بعدين نزلت عليها بعلبة من القشطة. ممكن ما تعملوش الخطوة الأولانية وتجيبوا علب قشطة عادي خالص وتفردوها في قلب الطاسات بتاعتكم أو الصينية بتاعتكم، تمام. وبعدين بعد ما رفعتها من على النار حطيت القشطة وحطيت معلقتين من الكريم شانتيه. دلوقتي هازود بقية اللبن تاني عشان الخليط بتاعي تقيل، وهاقلب وبعدين هانزل بيه على الطاسات. في الخطوة دي كده أنا باكون ولعت الفرن، تمام. وهتدخل بالضبط الفرن بتاعنا 10 دقايق، ممكن أقل من كده كمان، تمام. هي 5 دقايق من تحت، أقل كمان من 5 دقايق، يعني بالضبط خدت معايا بتاع 3، 4 دقايق بس من تحت. أول ما الطروف بتاعتها تحمر معانا نطفي تحت ونشغل الشواية على طول، تمام. وأول ما تطلع من الفرن نكون مجهزين الشربات بتاعنا أو الشيرة، طبعًا يكون سخنة والبسبوسة بتاعتنا سخنة ونسقيها بيها. وبعدين بعد ما بنسقي بالبسبوسة ضروري بعد ما بنسقي بالشربات ضروري البسبوسة بتاعتنا نغطيها شوية. كده هندخلها الفرن، وزي ما قُلت مش هتاخد أكتر من 10 دقايق. هنا أهي بعد ما طلعت من الفرن كانت لسه سخنة، مكنتش عارفة أمسك لكم الطاسة، وسقيتها بالشربات برضه سخن. أول ما نلاقي إن البسبوسة بتاعتنا بتتشرب الشربات بتاعنا أو الشيرة، نعرف كده إن البسبوسة بتاعتنا ناجحة معانا، ما اتشربتش الشربات يبقى البسبوسة بتاعتنا فيها مشكلة، تمام. هنا أهي بعد ما شربت الشربات بتاعنا هادوقها بقى كده فقرة التعذيب. رهيبة جدًا، 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 يعني طعمها وهمي يا جماعة. متأكدة إن أنا فتحت نفسكم وإن أنتم هتقوموا دلوقتي تجربوها، بجد جميلة جدًا. هنا كده هي كانت دافية لسه شوية، بصوا الجمال، هي يعني بتتحدث عن نفسها زي ما بيقولوا. كده عملنا ألذ وأسهل وأسرع بسبوسة في وقت قياسي 10 دقايق يا جماعة، والطعم بقى خيالي يعني زي ما بيقولوا. جربوها وابعتوا لي وعرفوني رأيكم.
هنا اهي بعد ما بردت شوية قطعتها منها وحطيتها لكم في الطبق عشان تشوفوا الطبقات كده وجمالها. للي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام من جوز تو فود. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا سلام.